شايفين اللعيبه اللي ورايا دي لعيبه مشيت من الزمالك في اول الموسم، فتعال اقول لك كل لاعب فيهم فين دلوقتي. اولهم ميزو حبيب الملاليم، خرج من افريقيا بفضيحه قدام الترجي، وحاليا المركز الثالث في الدوري، وممكن كمان يفنش الموسم المركز الرابع. والتاني صلاح مصدق اللي بدا يكون ليه بصمه مع الزمالك وبدات شخصيته تبان في الملعب، قال لك لا يا عم انا ما باخدش فلوس، وراح سايب النادي وطالع على الوداد، وفي الاخر خرجوا من الكونفدراليه بفضيحه، وحاليا مركزه في الدوري ما يخليهوش يلعب دوري الابطال الموسم الجاي. وبالنسبه لدونجا عمود من اعمده الزمالك الرئيسيه اللي راحوا السعوديه، هبط هو فريقه الدوري يلو اللي هو زي دوري المحترفين عندنا هنا في مصر. وناصر ماهر اللي حرفيا بيطلع دلوقتي نار من بقه مع بيراميدز، تقريبا كان بيلعب معانا على قد فلوس مع فرقته، خرج من دوري الابطال بفضيحه، ولو خسر الماتش الجاي في الدوري بنسبه كبيره الدوري زملكاوي. واخرهم عبد الحميد معالي اللي قال لك لا يا عم انا ما باخدش فلوس، فكك من النادي ده، وراح فاسخ العقد وماشي. حاليا هو مع اتحاد طنجة وفاضل له مركز واحد ويهبط للدرجه الثانيه في الدوري. فانا عايز اقول لك حاجه، اللي دايما بيشتري الزمالك نجوميته بتزيد وبيوصل لحته ما كانش واصل لها، على الله الرساله توصل. سلام.